ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ بصوا، انا كنت فاكره ان القعده لوحدي حاجه وحشه. اكتشفت ان الوحده دي حاجه جميله جدا يعني. من ساعه ما البنات ابتدوا ينزلوا بقيت بقعد لوحدي الفتره دي. اكتشفت ان الوحده دي متعه والله العظيم. الكلام ده بمناسبه عيد ميلادي ال 49. هتم 49 9 11 الشهر ده، يعني الاسبوع اللي جاي اللي بعد 3 ايام. معرفش بقى الدنيا بعد ال50 بتختلف طبعا عن بعد ال40. اللي عنده 50 سنة يقول لي ايه اللي بيحصل. بس عموما مرحلة حلوة وأنا مبسوطة بيها، وحاسة براحة نفسية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. مبسوطة بكل حاجة عملتها في حياتي. مبسوطة ببناتي إني خليتهم يعتمدوا على نفسهم ويبقوا شاطرين، الحمد لله يا رب. و... وما خافش عليهم، الحمد لله. وشقوا طريقهم بقى، وأنا بقى استمتع بالوحدة. وعموما ما بقاش في وحدة اصلا على جنة. طالما النت بتاعك مشحون ومعاك تليفونك، تقدري تجيبي اي حاجة في اي وقت وتتسلي وكده. وغير حاجات كتير قوي انا بعرف اسلي نفسي بيها يعني. ولازم تشتغلي طبعا، يعني لازم تشتغلي اي حاجة على قد جهدك. المهم طول ما انا قاعدة لوحدي بقعد اقلب. فانا بقى بما اني هتغدى لوحدي النهارده، فقلت اعمل ايه؟ اعمل فتة سوري. هحمص العيش كده، والله كلها بواقي اكل عندي، وفي الاير فراير وخليته باللون ده اللي انتوا شايفينه ده. احط كده شويه عيش، مش هكتر عشان خاطر ايه ولا ايه، يعني عشان لو حد عجبه دي ايه يدوقها يبقى يدوقها. تمام. ادي العيش، احط عليهم بقى ايه، دي شوربه عندي باقيه من امبارح، شوربه وفيها إيه صدر فرخه كده مقطعاه. بصوا بالشكل ده كده. احط كده ايه، احط عليهم حمص. حاطه حمص برضو، كان عندي كنت عامله كشري ومتبقي حمص، هنسقسقها كده بالشوربه الحلوه دي بالحمص. واحده كاتبالي يعني يا سوسو تتكلمي عن محمد صلاح وما تتكلميش على اللي عملته الاخت اللي كانت فرحانه ان هي قلعت الحجاب وعامله برومو، طبعا كلنا عارفين مين. فعايزه اقول لها يا حبيبتي، احنا اتعودنا من زمان، يعني اهالينا كانوا بيقولوا لنا لو خرج العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. فهي ما عملتش حاجه عيب. يعني انتوا اللي انا مستغرباكم ان انتوا اللي مصدومين. مصدومين من ايه؟ ما هم كده، يبقى اللي بيعملوه ده مش عيب لان هم اهل العيب. فاهمين؟ فالناس يا عيني ايه، ظهر الجيل بقى التعليمين دول بيتصدموا يا حبايبي، ما يعرفوش الامثال الشعبيه بتاعت زمان. هحط بقى عليه ايه، حطيت بقى عليه كوبايه رز، كنت عاملاه رز ابيض مفلفلاه كده، وهو كوبايه واحده اصلا كنت عايزه اعمل كميه كمان اقل من كده بكتير. حطيت كوبايه رز، ومجهزه بقى علبه زبادي حط عليها طحينه وفصين توم وشويه ملح وضربهم مع بعض. هحطهم على الوش. كنت عايزه احط كده شويه صلصه واعمل تاتش مصري، وبعدين قلت يا بت بلاش عك. اعملي زي ما هما بيعملوها بالظبط. هو انا مزوده الحمص بس، زي كل ده بواقي، والله كل ده بواقي اكل يعني. لان خلاص كلهم بيجوا بالليل، بيجوا على الساعه 8 9 كده، وبقيت بفضل طول النهار لوحدي. كان الاول بنات قاعدين معايا، نزلوا بقى الكليه ونزلوا عملي ومش عارفه ايه، ولازم ده سنه الحياه يعني. دي سنه الحياه، مراحل. لسه كمان في فترة بقى البنات يتجوزوا بقى ويبقوا في بيوتهم بعيد،
وجوزي في الشغل طول النهار زي كل جوازكم، والحمد لله على كده، الحمد لله. فبتقعدي فعلا وقت طويل جدا بتبقي لوحدك، فابتديت احس بالوحده، لكن وحده جميله، وبعرف املى فراغي وبعرف ابسط نفسي. برتاح، بقعد اشتغل، بقعد افكر، بقعد اسبح، بقعد اصلي. حاجات كتير حلوة قوي ممكن نعملها واحنا لوحدنا. واوعي تحسي بوحدة، وانبسطي وعيشي سنك بجماله وبحلاوته. وربنا يديم عليكم يا رب نعمة الصحة والعافية، ويجعلكم كده دايما مبسوطين مرتاحين نفسيا. واخواتي بقى اللي سبقوني ودخلوا المرحلة دي، طبعا لسه بدخلها بالتدريج، يقولوا لي برضو انطباعهم ايه وحسوا بايه في الاول. انا بصراحة يعني مش فارقة معايا قوي لحد دلوقتي، مستمتعة بالوحدة، مستمتعة ان انا مرتاحة قاعدة كده براحتي طول النهار بصراحة، مش يا ماما اعملي ويا ماما الحقي والخناقات والحاجات دي كلها. الحمد لله رب العالمين على كل حال.